اغلب المشاكل الزوجيه يا جماعه بيبقى مثلا في اثناء الخلاف ما بين الزوج والزوجه، الزوج يفتح باب الشقه وياخد بعضه ويمشي. على فكره ده بيبقى اكتر وقت محتاجه لك فيه الزوجه ان انت تبقى جنب منها. على فكره تيجي الناس تقول لك ايه ساعه الخلاف ما تقعدش في البيت، سيب لها البيت وامشي لحد انتوا الاتنين ما تهدوا. على فكره ده مش صح. هما بيهدوا يعني هو بيرجع بعد كده، هما بيهدوا بس جوه كل واحد فيهم فجوه، لانهم ما صفوش اللي هنا، لسه اللي هنا موجود. حتى لو جه قعد معاه بعد كده وحب ان انت تصفيه، يعني حبيت ان انت تصفي معاه اللي حصل، مش هتصفى لك قوي يعني. تعرف ليه؟ عشان انت سبتها في عز زعلها وعصبيتها ونزلت. وطبعا انتوا يعني كنوع من الرجاله يعني كده ما بيحبوش المواجهه ولا بيحبوا العتاب، فبالنسبه لهم المشيان اسهل يعني. يولعوا يرموا، عملوا زي ايه اللي رموا عود كبريت في وسط قطن وخدوا بعضهم ومشوا، الدنيا ولعت حريقه وسابوها هي تطفي النار لوحدها. هي بقى يعني انت سبتها في وسط النار وخدت بعضك ومشيت، ده هي اكتر وقت محتاجه لك فيه. ما تسيبهاش هي تهدي نفسها، ما تسيبهاش بتبكي وهي تمسح دمعتها، ما تسيبش البيت كله قايد حريقه وتيجي تلاقيها هي اللي طفت النار، ما تسيبش البيت متدغدغ ومتكسر وتيجي تلاقيها هي برضو اللي لمت المتكسر لوحدها، ما تسيبهاش مجروحه وضعيفه ومحتاجالك وتيجي تلاقيها هي طيبت جراحها وصلحت نفسها بنفسها. طب انت بتعمل ايه؟ زي ما النار قادت وانت موجود، انتوا الاتنين تطفوها زي ما ولعتوها تطفوها، واللي كسرتوه انتوا الاتنين اللي لازم تصلحوه. ما ينفعش طرف يقف يتفرج على التاني. حتى لو هي غلطانة هديها وعاتبها، هتلاقيها هتتكسف من نفسها وتصالحك وتعتذر لك. انما لو انت نزلت وسبتها وهي في الحالة مهما كانت هي غلطانة وقعدت بعد كده وقالت لك حقك عليا، أؤكد لك إن هو مش من جواها، لأن أنت سبتها في أكتر لحظة حاسمة هي محتاجة لك فيها. مش صح يا جماعة اللي يقول لك سيبها وهي زعلانة تخبط راسها في الحيطة وسيبها وتمشي لما ترجع هتكون هدت خلاص. ما هي هتكون هدت، هدت هدوء مش من اللي بالكوا فيه يا جماعة، هدت من انا ايه ده انا هولع في نفسي وهو ولا على باله خد بعضه ونسي. انا ليه بعمل في نفسي كده؟ هو ما يستاهلش ان انا اوصل نفسي المرحله ديت وهو ولا على باله، لان الراجل بيبقى من وجهه نظره ساعتها ان انا بنزل من قدامه عشان الموضوع يهدى، سواء هو بيهدى شكلا من بره انما داخليا ما بيهديش. بتبتدي بقى كده الفجوه واحده 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 ما بين الاتنين، ويبتدي هو يفقد سعادته معاها ويجري هو يدور على سعادته بره، يقولك اصل الست دي نكديه مش مريحه. والله صدقوني هي بتيجي كده، مفيش حاجة اسمها ست نكدية، مفيش حاجة اسمها راجل نكدي على فكرة. مفيش حد بيبقى عايز يبقى زعلان يا جماعة. كله من أنفسنا احنا نقدروا نخرجوا اللي معانا من اللي هو فيه. انت ما تسيبلهاش الفرصة ان انت يوم واتنين وتلاتة وعشرة وعشرين لحد هي ما تهدى. لما هي هتهدي نفسها انت وجودك بيعمل ايه؟ بدل الكراسي كده معاها. لو هي اللي سايباك زعلان كده وسابتك بالفترة كده وجت صالحتك، انت هيبقى رد فعلك ايه؟ م? فكر فيها كده شوية، يبقى رد فعلك ايه؟
نفس تفكيرك هو تفكيرها. هي لسه فاكرة تيجي تراضيني بعد ايه؟ هي بتقول لنفسها نفس الجملة، جاي يراضيني بعد ايه؟ بعد انا ما طيبت جراح النفسي، بعد ما انا ما مسحت دمعتي من على خدي، بعد ما كان نازل وسايب لي البيت مولع قايد نار وانا اللي طفيت النار لوحدي، بعد ما كان البيت متدشدش فوق دماغنا وانا برضو لميت المتكسر لوحدي. الراجل الوحيد اللي يقدر يحتوي الست، زي ما طلعها كده وخلاها اتجننت، هو اللي يقدر ينزلها ويعرف يهديها، يعرف يحتويها. الوحيد في اي خلاف بين الزوج والزوجة هو اللي يقدر يهدي الدنيا دي كلها الزوج، ولا مامتها ولا باباها ولا اي حد هيعرف يهديها في اللحظة دي غيره هو، لان هو اللي موصلها للمرحلة دي. او هي زعلانة وبتعمل في نفسها كده عشانه او بسببه، عشانه او بسببه، صح كده؟ يبقى هو الوحيد اللي يقدر يهدي الدنيا دي. دي حتى لو جايه لها مشكله من بره وجات اترمت في حضنك في وقت ضعفها، في وقت حزنها، في وقت جرحها، مش مستنيه حد من الدنيا ديت انه يطلعها من اللي هي فيه غيرك انت. فكروا في الكلام ده كويس.